اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في القناه ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع اليوم هي تشيكن برجر. جبته لكم باسهل وابسط طريقه، وصفه سهله مهله. على بالنا بلي تشيكن برجر اغلب الاحيان نقليوه، لكن اليوم جبته لكم مشوي بواحد الطريقه صدقوني هايله. وكما على بالنا الاولاد راهم عطله يهبلوكم يحبوا بزاف لي ساندويتش، جربي هاد الساندويتش يعني بالدجاج مشوي ورجعي لي بالخبر. وصفه سهله مهله وزيد مضمونه. اروحي تشوفي معايا كيفاش عملتها انايا. اول شيء البنات واش ندير؟ نشدو بلاندر تاعنا، واش نديرو؟ نحطوه حبيبه تاع البصل، 3 سنينات تاع الثوم وشويه معدنوس. انا كان عندي هنا المعدنوس كونجلي، يعني المعدنوس كان مجمد. اللي عندها فريش راح يكون احسن بطبيعه الحال. نشدو نرحيه مليح مليح، يعني نسيي نرحيه بيا، ما نخليش فيه هذوك الحبيبات. شوفوا حتى ولا لي تقريبا سائل. واش ندير دوكا؟ نحطو في الصفايه، لازم نصفيه من الماء تاعو، لازم يصفى من الماء تاعو باش هذاك الماء ما يفتتليش الدجاج. باش كي نكور الدجاج نقليه ولا نشويه ما يعني الدجاج تاعي ما يتفتتش. في المرحله هذه واش ندير؟ الخليط تاعي راه يقطر. الدجاج تاعنا هي بولي اشي جبته واجد حوالي كيلوغرام. التتبيله تاعو راح نديرها بسيطه، درت له ملعقه تاع الملح، فلفل اسود، كركم وبهار دجاج. هدا واش عملت له؟ ملعقتين تاع زيت زيتون كيما راكم تلاحظوا، ملعقه كبيره وبومبي تاع الطحين اللي هو الفرينه، وملعقه تاع المايونيز. هدا واش وضعت له؟ نزيد نوضع له هذاك الخليط اللي كان كما نقولوا حنا يقطر، ونخلط مليح مليح البنات. نخلط ونعجن كما راكم تشوفوا راني نعجن، مانيش غير نخلط حتى العجين تحسوه يولي ما يلصقش بين يديكم. واش نديرو دوكا؟ نشكل كريات ونفتحهم بهذه الطريقه. البنات اللي عندها هذاك المول تاع يعني خبيزه تاع البرجر تعملو، انا نحب نعملو هكا باش الناس كامل تقدر ديرو كيما راكم تشوفوا. فتحتو هكذايا دويرات على حساب الخبيزات تاعي تاع الخبز. واش ندير دوكا البنات؟ لازم تحطوه في الكونجيلاتور على الاقل نص ساعه، يعني لو اكثر راح يكون احسن، ماشي بزاف لانه راني حباتو ما يجمدش مليح، يعني يشد روحو كيما راكم تشوفوا. انا خليته نص ساعه فقط. حطيت الشوايه تاعي تسخن، درت فيها شويه برك تاع الزيت، يعني رشيتها بالزيت، وحطيت الدجاج تاعي هذا يقلي يتشوى كيما راكم تشوفوا. شوفوا ما تبدل ما تفتت ما والو، قعد هو. حطيت فوق الجبن بطبيعه الحال. اللي تحب تحط الجبن تاعها هنا تحط، اللي تحب تحط في الخبز تحط. شوفوا البنات القوام تاع الدجاج تاعي بعد ما تشوالي كيفاش راهو الدجاج باين، ما عندي ما نقول عليه. بالنسبه للخبز تاع البرجر البنات، الوصفه راهي موجوده في القناه. بالنسبه يعني اللي دخلوا جدد معايا، روحوا القناه راح تشوفوا اطيب واسهل خبز تاع البرجر صدقوني كيما تاع برا. شوفوا البنات كيش راني ندير فيه كيما تاع برا، ما يختلفش تماما. بالنسبه تانيك للبرجر تاع التشيكن برجر، انا صراحه ما نحب ندير فيه حتى حاجه. تحطوا فيه اي صوص تحبوه، صوص باربيكيو، كيتشوب، مايونيز، كل واحد يحط لا صوص اللي يحبها. نحط هذاك الدجاج والسلطه. انا صراحه هذا واش نوضع فيها. اللي تحب تزيد الطماطم، اللي تحب تزيد خيار مخلل، الاضافات راهي لكم، لكن احسن شيء يكون هكا بسيط صدقوني راح يكون هائل. شوفوا البنات الساندويش تاعي سهل مهل كيما راهو باين في الصوره. اللي تحب تقدموا بالبطاطا تقدموا بالبطاطا، يعني بطاطا مقليه. على بالنا باللي لي برجر هنا تاني كي تقدموا بالبطاطا، لكن انا ما قدمته بلا بطاطا، قدمته هكا. درت له شويه لي صوص كيتشوب، مايونيز وصوص باربيكيو. شوفوا كي نقسم معكم وحده كيفاش تبان الصوره من الداخل. شوفوا الدجاج تاعي ما شاء الله القوام تاعو دجاج ما عندي ما نقول فيه، كي الدجاج كي الخبز، يعني جربوهم وراح تشوفوا النتيجه بعينيكم. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم البنات. كما قلت لكم الاولاد راهم عطله، فرحوهم بهاد الخبيزات تاع التشيكن برجر. وصفه سهله مهله واي واحد قادر يعملها، يعني بشويه تاع الدجاج وانت عملتي وفرحتي اولادك. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم البنات. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، نتمنى ان شاء الله
تجربوها لما لا، واستنوني في وصفات اخرى. سلام.